استاذ منعم زيدان، حضرتك قعدت 10 شهور في المملكه العربيه السعوديه ولسه راجع مصر من حوالي 3 ايام. تمام. عايزك تلخص لي تجربتك في السعوديه خلال ال10 شهور اللي فاتوا دولت بالظبط في 3 دقائق. السواد اللي انا هحكيه هو تقريبا اللي احنا هندخل عليه لو فضل مرسي موجود. تمام. هناك الحكم اللي موجود حكم اسلامي بحت وهابي. الوهابيين دول عندهم كل شيء في الدنيا حرام، بس كل شيء في الدنيا حرام فيما يخص النساء بس. تمام. انا ما شفتش حد مثلا حرام ايه يتكلموا عن الفايده في البنوك، يتكلموا مثلا عن التعويضات، الحوادث، الكلام ده ما بيتكلموش على اي حاجه خالص. اي فتوى بتطلع موجوده عن النساء بس. تمام. الفتاوى بقى توصل لمرحله الكوميديا، ان انت تتخيل انت ايه اللي عامل الكوميديا، يعني ممكن تكون النكته دي او تكون الفتوى دي نكته. تمام. لو واحد يقول لك ايه في فتوى ان الام ما تمشيش مع ابنها في السوق جنبه، يعني الابن ما يمشيش جنب امه، يمشي ورا. ليه؟ لان الام متفيمه، طبعا النسوان هناك كلها متفيمه، محدش بيشوف حاجه، كلها خيم سوداء، فبالتالي انت الام ما تمشيش جنب ابنها عشان خاطر الناس ممكن تبص لابنها فتعرف مستوى جمال امه. يا سلام. فالنسوان ما ينفعش حد يشوفها هناك. تمام. الفتوى اللي ضحكتني ودي اثبتت لي ان هو قال الفتوى دي حد شاذ فكريا، بيقول لك ما ينفعش ان انت تختلي او تقعد مع شاب وسيم في مكان مغلق، لان ممكن الشيطان يضحك عليك فالشاب ده يفتنك. او جايز مثلا ان الشذوذ الجنسي هناك مش تشاع قوي. هو بنسبه تقريبا بنسبه 85 90% الشذوذ الجنسي ده موجود في السعوديه بالكامل وعلنا وموجود في الشارع. الناس هناك، الشباب هناك بيلبس لبس، هم طبعا لبسهم الطبيعي التوب، اللي هي الجلابيه البيضاء والشماغ والغطره، لكن الشباب لما يحب بقى يعمل كاجوال، واللي راح دارس بره واللي راجع واللي شاف واللي عايز يعمل فيها شاب روش، فبيلبسوا حاجات غريبه جدا. يلبس لك مثلا شورت لونه بامبا، تمام، يلبس لك تيشيرت لونه موف وحاجات كده غريبه، ويلبس لك ويطول لك شعره بمنظر مهول. تمام. ومعظم يعني هو الفكر هنا سوري يعني في الكلمه، هنا الواحد ممكن يصاحب واحده يعيش معاها شباب. تمام. هناك بيصاحبوا عيال صغيره. الفكر ده موجود فعلا هناك. تمام. عندهم هوس، حاجه اسمها هوس جنسي. البلد هناك، انا كنت في الرياض عاصمه الكآبه. تمام. عاصمه الكآبه. ما فيهاش اي نوع من انواع الترفيه في العالم نهائي، بس الحقيقه هناك فيها اندر جراوند لايف، ان هو كل حاجه موجوده لكن في المستخبى، مفيش حاجه باينه للناس. تمام. في عندهم حاجه اسمها ان قبل الاذان بنص ساعه، احنا عندنا في الاسلام في 5 صلوات، فقبل الاذان بنص ساعه او بساعه الا ربع المطاعم البلد كلها تقفل. بعد الاذان بنص ساعه تبدا تفتح. تمام. يعني انت لو داخل صيدليه ومحتاج حقنه مأفور خلاص تعبان، بص تلاقي لا احنا هنقفل عشان خاطر في اذان العصر. طيب ماشي، اخد حقنه. طيب لا، تدخل مطعم تقعد عشان تاكل يقول لك لا الاذان كمان ساعه الا ربع. انا هاكل. طيب ايه الموضوع يعني؟ الكلام الرد اللي انا سمعته من الناس ان الناس خايفه من الهيئه، مش خايفه من اللي يقول لك ايه، عشان الهيئه دي اللي هتقفل المحل، مش عشان من ربنا يعني. مش عشان ده شرع. فاهم؟ هناك كم تجار الدين اللي موجودين لا تتخيلوا. البلد كلها يعني انا في واحد هناك ده كان حد من المناصب بتوع الهيئه، ده وقع معايا عن طريق الشغل. انا كنت لابس تيشيرت جايبه لي المدام مكتوب عليه كولومبيا ومرسوم عليه رسمه الحضاره الكولومبيه. تمام. فالتيشيرت دوت مرسوم عليه رسمه عامله زي البعران عندنا في الفرع اللي فوق. فلقيت لك اللي بيقول لك تعالى ايش هذا ومش ايش هذا، ايه يا عمي في ايه؟ قال لك ترى هذا صليب. قلت له صليب؟ صليب؟ قال لي ده صليب ليه راس ورجلين. قلت له انت درست ان الصليب ليه راس ورجلين؟ صليب ده يا عم ولا حيوان منوي يعني، انت بتشتغلنا ليه؟ قال لك لا تدري ايش عقوبتك عندنا؟ قلت له عقوبتي؟ ده دخلني في موال وعقوبه وحوار. فانا ما طولتش معاه في الكلام لان اطلعت ان فعلا ده ممكن يعملها، يتكلم معايا في عقوبتك التعزير اللي هي المرتد وقطع الرقبه. فالناس دي ما ينفعش حد يظلم معايا لان ممكن يعملوها فعلا. تمام. انا كانت تجربتي هناك، انا كنت شغال في مجال الاعلام. هناك ما فيش ميديا. هناك الميديا بالنسبه لهم اللي هي ده الفكر اللي بيطلع للشعب اللي الناس بتشوفه. فالموضوع بالنسبه لهم عباره عن شيخ ومذيع. تمام. والمذيع ايا كانت مهنته الاساسيه، كاتب في محكمه، عنده مكتبه، عنده سوبر ماركت، اي حاجه، بس المهم يكون بيعرف يتكلم. فيجي المذيع ويجيب معاه شيخ ويقعدوا مثلا يتكلموا في الفتاوى، فيجيبوا فتوى من الفتاوى دي ويجيبوا 300 مبرر للموضوع. الموضوع هناك انا ما شفتش اسلام. يعني انا شفت ناس بترد على التليفون مثلا وهي بتصلي، فعشان يعرف اللي بيتصل بيه ان هو بيصلي سمع الله من حمده عشان التاني اللي على التليفون يعرف ان هو بيصلي.